ابن بلدنا بقى مشهور، مش متكبر ولا مغرور، إن كان عالم ولا دكتور ولا مهندس يبني بكسور. أنا فرحانة أوي بيه وفخور. أهلا أهلا يا ابن بلدنا، نورت يا أستاذ بلدنا. الدكتور محمد عطلة أستاذ الهندسة المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية، هو أحد علماء مصر البارزين في الخارج، فهو نائب رئيس جامعة نيويورك ورئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا. والدكتور عطلة واحدا من أهم البنائين في مجال التعليم الكندي، حيث ساهم في تشييد 550 مدرسة ويقود فريقا يتكون من 350 فردا من المحترفين لإدارة 300 مليون دولار سنويا. حصل على الميدالية الهندسية السنوية في مجال الإدارة وعلى جائزة الامتياز من وزير البنية التحتية بكندا، وانتخب كزميل في الجمعية الكندية للهندسة المدنية تساهم تقدمها، فلديه مشروع عن الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، حيث تقوم فكرة هذا المشروع على استغلال هذه المخلفات من خلال وضعها في جهاز يحولها إلى غاز الميثان الذي يمكن استخدامه في توليد الكهرباء وتحويل المخلفات لسماد عضوي. كما أن لديه مشروعات أخرى تتعلق بالسيارات الكهربائية التي يسعى لتنفيذها أيضا في مصر. المصريين في مصر، شوفوا يا جماعة، شوفوا النماذج بتاعتنا الجميلة دي. اللي أنا عايزة أقوله يا جماعة إن فعلا لازم الفترة الجاية إن إحنا نلقي الضوء على الشخصيات الجميلة دي. ليه بقى؟ لأن إحنا زهقنا من الحاجات اللي بتجيب لنا إحباط. الشخصيات العظيمة دي بتحسسنا كده إيه يعني، بترفع معنوياتنا، بنحس ان ايه، ان في حاجات ايجابيه، ان مش كل حاجه سودة، بنحس ان لسه في حاجات لونها وردي ولونها ابيض ولونها بامبي. فهم الاساتذه العظماء والمصريين الناجحين في الخارج دول وعلمائنا بجد 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 بيحسسونا بالتفاؤل وبيحسسونا بالفخر. النهارده هتكلم عن احد هؤلاء الاساتذه العظماء والمصريين الناجحين اللي حققوا فعلا يعني نجاحات عظيمه جدا في امريكا وكندا، وفعلا يعني اي مصري يفخر بيه. الدكتور محمد عطلة، نائب رئيس جامعه نيويورك ورئيس رابطه العلماء المصريين في امريكا وكندا. الدكتور محمد عطلة هو مهندس مدني، يعني هو استاذ مهندس، وهو من البنائين، بيقولوا عليه هو من البنائين في كندا، لانه الدكتور عطلة كان قاعد في كندا فتره طويله قبل ما يتنقل. هو اتنقل امريكا قريب، اعتقد من 2 أو 3 بقى نائب رئيس جامعه. يعني هم طلبوه من كتر ما هو دكتور عظيم، جامعه نيويورك طلبته واصبح نائب رئيس جامعه نيويورك يعني. فالدكتور عطلة بنى في كندا 550 مدرسه، 550 مدرسه في كندا. ده بقى غير المدن اللي شارك في بنائها وغير الجسور وغير، يعني هو رجل الحقيقه يشار اليه في يعني بالبنان زي ما بيقولوا في كندا. لكن طبعا هقول لكم كمان هو ليه الدكتور عطلة معروف قوي في كندا. في حاجه بقى مهمه، انا لما قابلت الدكتور عطلة، انا قابلته من حوالي 10 سنين، كنت بغطي مؤتمر المصريين في الخارج اللي كانت بتعمله وزاره الهجره. وبالمناسبه المؤتمر برضو موجود، هيبقى موجود اخر الشهر، برضو هتنظمه وزاره الهجره، يعني يوم 30 تقريبا الشهر دوت هيكون برضو في مؤتمر المصريين في الخارج، وهيحضروا 700 مصري من جميع انحاء العالم ومن يعني الناجحين في كل المجالات في العالم يعني. ارجع تاني للدكتور عطلة، انا قابلته من حوالي 10 سنين او اكتر في هذا المؤتمر بصفته كان نائب رئيس رابطة العلماء في امريكا وكندا. لكن فوجئت بمعلومه قالها لي الدكتور عطلة غيرت مجرى التحقيق الصحفي اللي انا جاي اعمله. هو قال لي ان هو كمان مش بس ان هو نائب رئيس اتحاد العلماء في امريكا وكندا، لا، ده قال لي ان هو نائب رئيس حزب الاحرار الحاكم في كندا. اسمعوا معايا من الاول بقى كده. مصري، الدكتور المصري العالم المصري الدكتور محمد عطلة نائب رئيس حزب الأحرار الحاكم في كندا. قلت له يا خبر، يعني حضرتك شوية كده هتبقى مثلا هتبقى رئيس الحزب الحاكم في كندا؟ يعني ممكن يبقى رئيس كندا، رئيس وزراء كندا، أو رئيس كندا مصري؟
فقال لي اه. قلت له بجد؟ فالحقيقه دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. ليه بقى؟ هنا مش بس هو عشان هو مصري ولعب سياسه ونجح فيها، لا، معنى ان هو يوصل لنائب رئيس الحزب الحاكم في كندا ان هذا الرجل المصري شخصيه محبوبه، شخصيه مؤثره. فعلشان هو شخصيه مؤثره تم انتخابه من جموع الكنديين لدرجه وصل لهذا المنصب الهام جدا كنائب رئيس الحزب الحاكم في كندا. والمدهش ان انا كنت اول مره اعرف ان في مصري نائب رئيس الحزب الحاكم في كندا، وما كانش حد في مصر يعرف. يعني انا عمري ما قريت خبر زي ده، فسبت الموضوع بتاع العلماء، وكان العنوان الموضوع بتاعي نائب رئيس الحزب الحاكم في كندا مصري. فكلمته ساعتها عن تجربه الانتخابات وكيف تم اختياره. وكان ساعتها الدكتور محمد يعني اعتقد كان لازال شاب يعني صغير، يعني كمان هو كمان كان متفوق وهو ما زال صغير، يعني تم اختياره على الكلام ده مثلا 12 سنه او 13 سنه، فكان لسه يعني، ومع ذلك تم اختياره في هذا المنصب الهام. الدكتور محمد عطله نائب رئيس جامعه نيويورك ونائب رئيس الحزب الحاكم في كندا الاسبق، هو طبعا حاليا مش في المنصب ده، ورئيس اتحاد العلماء المصريين في امريكا وكندا حاليا بيزور مصر. وكان المفروض الحقيقه التقي بيه، لكن هو في زياره سريعه لكن ان شاء الله نلتقي بيه ونسمع منه التفاصيل ورحله نجاحه وكفاحه الجميله. لكن انا بمناسبه وجوده في مصر انا هدي تقرير الجميل دوت التاشيره، موقع التاشيره بيهدي الدكتور محمد عطله هذا التقرير عنه، عن عالم مصري عظيم وصل لمنصب نائب رئيس الحزب الحاكم في كندا.